اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده يوم جديد، كل سنه وانتم طيبين. شهر رمضان، 6 رمضان النهارده، وده الاكل بتاعنا، اكل 6 رمضان كده. اليوم كله يعني اللي انا هعمل فيه الشغل بتاعي. يعني حطيت هنا الشوربه بتاعت الفراخ، وحطيت اللبن اللي هعمل بيه الزبادي، وحطيت طبعا العصير التمر. بحط التمر كده يغلي بس شويه على النار عشان يبقى ايه، يطرى معايا وما ياخدش معايا نقع وكده اهوت. يعني اغليه على النار على طول بدل ما اقعد ان انا انقعه. وبعد كده بضربه بالهاند بلندر في اي حاجه، وبعد كده بشيله. يعني عشان دوت انا ما صورتوش وانا بعمله يعني ايه عصير، انا بكمل على اللي موجود عندي. ان انا ايه، بيبقى عندي العصير في التلاجة بيبقى بزياده، فبزود يعني ايه من عندي كده اهوت. هنا انا بعمل الكوسه، هعمل كوسه طبيخ. طبعا بكحتها بالمقور، بالنقرشه بتاعت المقور كده عشان تدي نقرشه كده وشكل حلو في الطبيخ. وبقطعها بالشكل ده زي ما بتحبي، في اللي بيقطعها اتنين، في اللي بيقطعها كده اهو مدوره زي ما هي. فبراحتكم يعني. انا قطعتها كده اهو، جهزتها. هبدا ان انا اعمل في الخضار بتاعي. هبدا اعمل بقى ايه. انا لقيت لسه الوقت بدري، فبدات ان انا ايه اعمل لكم الحلويات. هسلق بس الفراخ عشان خاطر تبقى دي جهزت يعني معايا. حطيت هنا هو ورق لورا، وحطيت لومي، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت جزرايه ومع بصلايه. الحاجات اللي موجوده طبعا اللي انا حطيتها، الحته اللي انا وريتها لكم دي كانت طماطم مجففه كنت انا عاملاها وما استخدمتهاش. يعني انا ماليش استخدام في الطماطم المجففه، فحبيت ان انا اجربها النهارده احطها في الشوربه. تدي اي حاجه للشوربه، فما اديتش اي طعم ولا اديت اي شيء يعني للشوربه. فانا حبيت ان انا بس عملتها لان طلعت معايا ناجحه وحلوه. الطماطم المجففه يعني بقالها فتره عندي وزي ما هي ناشفه وماسكه نفسها. بس اللي حابب ان هو عايز يعرفها ممكن يقول لي في التعليقات وانا اعملها له. لكن انا مش بستخدمها بصراحه، فعشان كده مش حابه ان انا اعملها. اللي حاببها انا هعملها له واعرفه له بتتعمل ازاي. معايا هنا هعمل بقى الاول الحلو قبل ما اعمل الاكل. لقيت لسه بدري كده على الاكل، ناقص لي كده ساعه او ساعه، وكان ساعه ونص ناقص على الاكل على المغرب. فقلت اعمل شويه جلاش كده اهوت، وفي الساعه الاخيره بعمل الاكل كله مع بعض اكون خلصت صينيه الجلاش ديت. عملت هنا زبده على سمنه. حطيت زبده من عندي، زبده فرن، وحطيت عليها معلقه سمنه برضو، سمنه فرن برضو. سيحتها كده اهو. باخدها ان انا ادهن بيها الجلاشه. الورقه انا قطعتها على 3 كده، ممكن تقطعيها على 2 حسب ما تحبي ان انت تقطعيها. بس ايه، بتبقى حلوه يعني القطعه الصغيره كده اهوت على قد القطمه او قد الاكله كده اهو، بتبقى حلوه. انا بحب دايما الحلويات اعملها على قد القطعه، مش بحب دايما اللي هي ايه اعمل الصينيه على بعضها واطلع مكعبات وكده اهو. لا، احبها كده على طول. حتى انا هنزل لكم برضو الكنافه شكلها حلو كده اهوت، عامله حجاب كده اهوت حلو قوي. هنزلها لكم تشوفوها، شكلها حلو جدا على قد القطمه كده اهوت وعلى قد الاكله، بتبقى حلوه قطعه كده صغيره. فانا بحب اعمل كل حاجه كده بالقطعه الصغيره، القطعه لوحدها يعني. بعملها كده اهو. قطعت اللفه على 3، وباخد بقى حته واحده واحده، وبحط كده اهو تدهينها بالسمنه وارشها كده. وبتقعدي ايه ان انت تكسريها تكشكشيها بالشكل ده، وتلمي الجنبين تحت منها وبتحطيهم كده من تحت. ما بتاخدش معاكي وقت ولا بتاخد معاكي اي حاجه، مش بتاخد وقت خالص. بس اهم حاجه تكوني مشغله الفرن بقى على درجه حراره كده بسيطه، وتروحي ايه مشغله الشوايه. انا بشغل الشوايه عشان عايزه اللون بتاعها يبقى احمر، يعني مش عايزه اللون مش بحبها تطلع بيضه، بحبها تطلع مستويه. هدهن بقى شويه سمنه كده من على الوش عشان اديها حقها في السمنه، ان الجلاش بيحب السمنه يعني. وحطيتها في الفرن بقى كده. خلصت الحلو بتاعي وابدا اعمل الاكل اللي انا بعمله. تمام. خلاص الفراخ كده بتاعتي استوت، هطلعها وابدا اعمل بقى الخضار اللي انا هعمله، اللي هو الاكل اللي احنا هناكله. وبعديه هنعمل العصاير، لا هنعمل الزبادي عشان نشوف برضو مع بعض. الزبادي برضو نشوفها مع بعض. خلاص كده عملت الفراخ، طلعتها عشان ما تتهريش. بطلعها على طول من الشوربه عشان ما تتهريش معايا. دي كده الفراخ دي انا مش هدخلها فرن ولا اعملها، انا هحمرها في الزيت من على الوش عشان العيال عايزينها مقرمشه شويه. بدأت كده بقى في الكوسة. هحط عليها بصلاية. انا فرمه البصلاية في الخلاط بقرن فلفل، واحط معلقة سمنة وشوية زيت كده اهوت، واشوحها شوية ان هي ايه تتحمر وتاخد لون كده اهو. بعد كده بنزل عليها بفص توم او معلقة توم من اللي احنا مفرزينه ده اهي. مطلعه البرطمان اهو قدامي عشان يفك يهدى شويه. اخد معلقه كده اهوت واحط عليه بعد كده اقلب فيه الكوسه. هنشوف برضو مع بعض كده الشغل. طبعا وانا بعمل كده كان في بواقي جلاش باقيه، فكنت بعملها صوابع صغيره كده اهوت. ما اعرفش هتظهر ولا لا في الفيديو، بس انا كنت مطلعه عاملاها صوابع، اللي هي الصوابع الصغيره الحبه اللي هم اتبقوا كده اهوت. ما طلعوش يعني 5 صوابع كده اهوت. خلصتهم عشان ما يبقاش فيه شويه جلاش يترموا ولا حاجه.
هنا نزلت بالكوسه، بعديها اقلبها في البصله بالثومه، واحط عليها الفلفل الاسمر بتاعها والملح ومكعب مرقه، وبقلبهم بقى كده اهو شويه في قلب الزيت والسمنه، وتاخد من السمنه وتاخد من البصله وتاخد من الطعم دوت، بتبقى طعمها حلو قوي. نزلت عليها بالطماطم اللي احنا مفرزينها ومعلقه صلصه، عشان الطماطم حسيتها ما كانتش حمرا قوي. هنا بقى الزبادي بتاعتنا معايا، الشفشق ده حلو جدا جدا للزبادي. هنزل عليهم كده بمعلقه زبادي ممكن معلقه زبادي، انا عندي الكوبايه دي هي كانت كوبايه صغيره يعني، متاخد منها نصها وخدت النص التاني حطيته كده على كيلو اللبن، وبقلبه بالشكل دوت في الشفشق ده. الشفشق ده جميل جدا في التقليب بتاعه، حلو قوي قوي يعني، اختراع صراحه. فبيطلع لي الزبادي كلها مظبوطه، عكس ما كنت بقلبها بالمعلقه والمضرب ومش عارفه ايه، لكن ده جميل جدا. بس بصبها بقى كده اهوت وهجهزها. كده كده انا سبت لكم الفيديو عشان اوريكم الزبادي لما تطلع. هي انا عملتهم في الحدود الساعه 5، الزبادي دي طلعت معايا الساعه 10. انا ممكن كان قبل 10 ابص عليها، بس انا ايه، اديتها مساحتها واديتها حقها بزياده يعني. الساعه 10 كنت مطلعه عليها، وكنت عامله درجه الحراره بتاعت الجهاز، عشان احنا في سقعه. بعملها على 11 10 11 او 10، عشان اللي ايه مش عارف يتعامل معاها صينيه الزبادي ديت. ان انا السنه اللي فاتت ما كانتش بتطلع معايا الزبادي، لان كنت بخاف من درجه الحراره ومش عارفه ايه، فانا عملتها على 10. بس انا بسجل معاكم والمسحراتي شغال تحت عمال بيخبط. هعمل بقى ايه كده، خلاص بص الجلاش طلع ازاي. طلع الجلاش، فانا كنت عايزه اصب عليه الشربات. انا طبعا عامله الشربات من قبليها بيوم بصراحه، انا ببقى مجهزه الشربات في اي حاجه، ببقى مجهزه الشربات مش بعمله. بس انا هقول لك المقادير بتاعتها. انا حطيت كوبايتين من سكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم نص معلقه، نص ليمونه. بقلبها شويه على النار وبسيبها حوالي يعني 10 دقايق 15 دقيقه، عشان انا بحب الشربات يبقى تقيل كده. خلاص بصوا الصوابع اهي اللي انا عملتها في الاخر، الكام صابع دولت. وادي بقى الجلاش بتاعنا خلص. يبقى كده الحلو بتاعنا خلص، واحنا بنعمل بقى في الخضار. بعمل هنا هو شوربه خضار بلسان العصفور، عشان عامله كوسه برضو. الكوسه عندي شعبيتها حلوه يعني، ليها شعبيه في البيت يعني، بيحبوها محشي، بيحبوها طبيخ، بيحبوها زي ما تكون مقليه، بعمل فيها البدع بيحبوها جدا يعني، هم بيحبوا الكوسه بكل انواعها. هعمل شويه خضار بقى كده جنبها. الشوربه عشان العيال بتحب الشوربه دايما، لما ببقى عامله طبيخ لازم يكون في شوربه، فحبيت ان انا اعملها بشوربه الخضار، ما اعملش شوربه لسان عصفور لوحدها يعني. ان انا ازود كده اهوت، عامله صنف طبيخ واحد، فبزود كده اهوت. ان في رمضان ما ينفعش اعمل صنفين طبيخ ولا الكلام ده، لان الاكل لو بيت ليوم تاني يوم مش بياكلوه. فبحب ان انا اعملها. حطيت هنا اهوت لسان العصفور، قلتها اتحمرت، حطيت عليها البصلايه، سبت لها معلقه بصلايه من اللي انا حطيتها على الكوسه، وحطيتها عليها، وحطينا الخضره وقلبناها شويه. وطبعا زي ما احنا شفنا الشوربه والفلفل الاسمر والملح، وحطينا مكعب مرقه، وسيبناها بقى تستوي براحتها. نعمل بقى الرز بالشعريه، طبعا كلنا عارفينه، بنحمر الشعريه ونحط عليها الرز، فما صورتش دوت. هعمل بقى شويه السلطه الجمال اللي احنا بنعملهم، اللي ما نقدرش نستغنى عنها في شهر رمضان. نعملها بالقطع كبيره كده اهو، بتبقى طعمها اجمل بكتير من السلطه القطع الصغيره، ومش بيتبقى منها حاجه. حتى لو اتبقى ان انت بتقدري تجهزي عليهم. هقطع بقى كده، خلاص خلصنا كده السلطه، ونبدا بقى ايه. حطيت بس شويه خل عشان البصل اللي انا حطيته ما يعملش معايا يعني ما يعملش معايا ريحه ولا طعم، عشان ايه، اللي بينزل يصلي وكده هوت ما يأذيش الناس في المسجد. بس انا بحط عليه شويه الخل، ما بيطلعش ريحه خالص البصل. تمام. ادي كده خلصنا السلطه بتاعتنا. نشوف بقى هنعمل ايه تاني. انا مطلعه العصاير اهي قدامنا، وهعمل مشمش، وهعمل فراوله باللبن. كده خلاص خلصنا الحاجه بتاعتنا. وادي السكر بقى، هبدا بقى ان انا اعمل العصير. تمام. حطيت الميه، حطيت حوالي كوبايتين ميه، وحطيت عليهم شويه سكر اللي انا بحتاجه، لان المشمش بيحتاج سكر زياده، برغم ان انا عاملاه معاكم وحاطه له سكر وهو بيتسبك، بس برضو بيحتاج سكر. هحطه كده اهوت، لان بيبقى مزز قوي زياده عن اللازم. ده عندي احلى بقى من قمر الدين، بيبقى طعمه اجمل من قمر الدين يعني. عندي المشمش ده اساسي كده في رمضان. انا بقى عن نفسي بحب ان انا اشرب المشمش، بس عيالي برضو كله بيشرب منه يعني، ما فيش حد ما بيشربوش.
بس كده خلاص، ادي المشمش بتاعنا كده خلص. هنعمل بقى فراولة باللبن. بيبقى كده نوعين العصير بتاعنا. وعندنا عصير بقى كان في التلاجة عندي، كان عندي كركديه على دوم. انا بعمل كركديه على دوم، انا بحب الكركديه كده على الدوم، بيدي طعم حلو قوي. وكان عندي تمر، وكان عندي التمر السكر بقى اللي العيال بيحبوه قوي ده، اللي هو التمر الاسود دوت اللي بيتقلب ده، انا ما بحطوش في بقي بصراحه. فده انا بيبقى مجهزاه برضو للعيال اللي بيحبوه. بس بجيبه مره في الشهر، لو خلص ما بجيبهوش تاني، لان انا عارفه ان هو حاجه مش مفيده، دي حاجات الوان والكلام ده، الوان صناعيه وحاجات زي كده اهو. هبدا بقى كده خلاص الاذان اذن. فانا هحمر الفراخ، بحمرها على الاذان عشان الحاجه تبقى سخنه، لان هي كانت اول حاجه استوت. فانا بشيلها كده على جنب، بعد كده بروح مسويها. بصي بقى الخضار خلصت اهو، بوريه لكم اهو. هقلب بقى لحد ما تحمر. انا سايباها تتحمر، عايزاها تحمر تقرمش عشان ما يبقاش زهقانين او يقرفوا من اللحوم او كده اهوت. ادي كده خلاص اتحمرت الفراخ معانا. بص المشمش بيفصل ازاي، بمعلقه كده بنقلبه. فلو كان في الشفشق بقى اللي هو بالتقليب دوت، بيتقلب على طول، بيبقى حلو. هو حلو قوي للمشمش. المشمش والبرتقان الشفشق ده انا كنت جايباه رمضان اللي فات عشان خاطر البرتقان. بس انا ما خزنتش برتقان السنه دي، ان موجود فانا بجيبه وبعمل على طول يعني في وقتها. خلاص كده بقى بنغرف غرفنا الرز وبنحط الكوسه ايه الخضار بتاعنا، وايه الترابيزه بتاعتنا كده جهزت. طبعا مش هي دي الترابيزه اللي هناكل عليها، احنا هنودي على الترابيزه الكبيره ناكل عليها، بس انا بصور في المطبخ. بصوا الجلاش بقى وجماله وقرمشته، عسل. وادي بقى الزبادي بتاعتنا خلصت. وكده ده اخر الفيديو. متنسونيش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك، واشوفكم على خير. سلام عليكم.